خاصة من داخل محيط الرجاء البيضاوي صباح اليوم بأن الحارس المغربي الدولي أنس الزنيتي لن يستمر مع الفريق الأول بعد نهاية هذا الموسم بالنظر إلى رغبة هذا الأخير في الرحيل وتحقيق حلمه بالاحتراف خارج المغرب بعدما كان قريبا جدا من التعاقد مع فريق سعودي في الميركاتو الصيفي السابق قبل أن يتدخل رئيس النادي شخصيا رجل الأعمال المغربي ليجدد عقده لموسم واحد. وكشفت مصادر مسؤولة في هذا السياق عن قيمة تمديد عقد الحارس المغربي أنس الزنيتي مع نادي الرجاء البيضاوي خلال هذا الموسم بموجب عقد يمتد لموسم كروي واحد حتى نهاية العام 2023 بعدما كان هذا الأخير قريبا جدا من الرحيل وذلك خلال مرحلة الميركاتو الصيفي السابق والانتقال إلى أحد الأندية الخليجية بالمجان. وأضافت المصادر أن منحة تمديد عقد أنس الزنيتي حارس الرجاء البيضاوي لعقده لموسم واحد وصل إلى مبلغ مالي مهم بقيمة 350 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي يعتبر أقل من منحة التوقيع السنوية التي كان هذا الأخير يتواصل بها من طرف النادي في آخر موسمين التي كانت تصل قيمتها الإجمالية إلى 400 مليون سنتيم. وكسؤال موجه لكم متابعين الرجويين، هل تتفقون مع رحيل أنس الزنيتي خلال مرحلة الميركاتو الصيفي المقبل؟